السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سام طارق. النهارده معانا شرح جديد في كورس القلب، الدرس السادس، الدرس الخامس من رفعات القناة زي ما قلت. الدرس الرابع رفعات القناة، والدرس الخامس رفعات على القناة هم موجودين. تقدروا تخشوا لو عايزين تتابعوا كل جديد من كورسات على صفحتنا، وانا بنزلهم. اول ما بنزلهم ما بيقعدوش يعني، ما بيكملوش. او تقدروا تعملوا متابعة القناة وتشغلوا الجرس، بتاع الاشعارات دوت، هيخلي الفيديوهات توصل لكم. المهم خلينا نيجي لشرحنا. دلوقتي هنبتدي الشرح. دلوقتي احنا عملنا، طبعا انا عملت دور كواليس اهو، مخدش مني 5 دقايق يعني. ظبطت الحاجة اهو، خليته بيعمل مشاهدة للتعديلات اللي بتحصل في الملفات. طب واحد يقول لي انا عايز اعمل تعديل، عايز اعدل في الملفات وكده، عايز قصدي اعمل. طبعا احنا طبعا الناس ما بجمعش الكلام قبل الشرح، وجمع كله في الشرح. المهم الاول كده عايزين نقول حاجه، ان حاجه من الحاجات اللي بتعلي البرفورمانس بتاع الموقع او بتزود سرعته هو المينيفاي. ايه هو المينيفاي؟ ان انت بتجمع الملفات تخليها زي ما بيقولوا كده، بتقلل مساحتها، فده بيخلي اللود بتاعها يعلى. وزي ما قلنا هنخلي الجود يبقى قايم بالموقع بتاعنا كله. فاحنا عايزينه كمان يعمل مينيفاي الملفات، لانه مش هينفع ان هو يبقى شغال كده خلاص يعني، مش مجرد انه يعمل ريلود. فهنشرح النهارده اول حاجه من اول بلج من بلجنات الجلف، او بلج من بلجنات المنيو اللي اسمها HTML تقريبا. هنكتب HTML فايل، انه في كذا اهو، في كذا واحده. طبعا HTML فايل ديت في منهم اونلاين موجودين واقعه، انا متعناش استعمل HTML ديت. البلجنات HTML فايل دي فيها كذا واحده موجودين، في كذا مينيفاير موجودين اونلاين. وانا ان شاء الله في اخر الفيديو هخلي في جزئيه كده هتتعمل، هيكون موجود فيها المنافير الاونلاين بتوع ال HTML. بس لما نروح اونلاين وكده احنا نخلي ملفاتها، ممكن نخلي ملفات عندنا. طبعا هو في حاجه حصلت غلط. هو فتح الحمد لله. طبعا هي بايب عاديه. اول حاجه هننزلها عندنا على الجهاز. طبعا ما ننساش احنا القلب يعني هنكون شغالين دايما بالCMD في ويندوز. لينكس وماك هيبقى تيرمينال. وهنخش كده في الويندوز نكتب بوشل، داخلين على بتاعهم باش. ورجعت لكم بعد ما فتحنا الشملة. فهنقول له npm. طبعا في حاجه نسيت اقولها خالص في الاول، ان انا هقولها، انا اسف مقلتهاش. كلمه انستول احنا بنكتبها دايما ديت، احنا نقدر نختصرها في الاي، يعني نقدر نكتب اي بس. يعني كده داش سيف، وان شاء الله داش سيف داش ديف دي هنشرحها في الكورس بتاع الام بي ام ان شاء الله. يعني انا هعمل كورس، في شويه كورسات في الطريق ان شاء الله. اول ما اخلص تصميم الصفحه اللي هتنزل على الكورسات هتبقى موجوده. هندسين انتر اهو، ورجعت لكم بمنزلها. طبعا انا وقفت الفيديو لان عشان بس الوقت كده. طبعا هنبتدي اهو، من اول حاجه زي ما قلنا هنعرفه في الجروب عندنا. لا نجرب بتاعنا. هنقول له مثلا واحد نضرب مثلا زي ما قلنا اسمها هنلاقي ممكن نتركوها الكلمة اس بالنسبة لنا. بعد كده في داون داش HTML. ده عند اسم البلجن الاساسي كده اهو. بعد ما نكتبها هنخش. طبعا انا الغلط ان انا بجيب الحاجة من المواقع وكده عشان اعرف ان اي حاجة تحتاجوا تعملوها. طبعا حكاية الصوت دي احنا شرحناها قبل كده، لو ما اتشرح، لو مش عارفها تقدر تروح، اللي مش عارفها يقدر يروح للترس بتاع الأوامر، شرح الأوامر الأساسية. هيلاقي شرح بتاع واتش والبايب والسورس والتاسك والفانكشن والكلام ده كله. تمام. الموضوع بيقولك عادي كالعادة هحطها بايب، نحطها في ال HTML أو ال HTML، نحطها بايب تاني نحطها بقى قبل أي بايب هنحطها قبل الكونكت، قبل الريلود، عشان يعمل ريلود على التعديل اللي عمله البايب، مش على التعديل، مش على الحاجة، مش على الملفات العادية، مش على الملفات. قصدك نخش على البايب لأن في بايبز هتبقى جميلة جدا مش مهمة. احنا كاتبين أول كده اهو خلاص اهو. بعد كده نقوم عاملين له، بعد كده نستعمل بقى بايب تانية اللي هي البايب بتاعت الديستنيشن، البايب بتاعت الديستنيشن اهي، برضه الديستنيشن. وزي ما قلنا برضه هتلاقي شرحها في وسط الحاجة.
هنحدد هنا بقى الملف اللي احنا عايزينه منه. مسار كتابتها هيبقى زي المسارات العادية CSS HTML والكلام ده كله. هنقوم جايين هنا مثلا انا هعمل مسار جديد وهسمي من اخليه يحط في الملف من فايل، لان احنا زي ما عرفنا زي ما عارفين هيبقى فيه شوية ملفات كده هنسميهم اهو. فهنقول له من مثلا انا عايز اتخطى من هنا اهو، خليه يحطها بره او ما يقول له من داش كده عشان نعرف ان هي فولدر. زي ما قلنا برضه هتلاقوها برضه في الاوامر الاساسية. نجرب كده طبعا احنا نقدر نخليها ان هو يعمل لنا حفظ لكل حاجة، نخليها يعني مع كل حفظ وعمل لها مينيفاي. انا دلوقتي هعملها سريعا عشان الشرح بس في الوقت كده. اسف دلوقتي اهو عمل لها رن وخلصها. هنيجي بقى هنا كده نخش على الملف ده، هنلاقي في ملف HTML هنخش كده الملف ده. طبعا هو مش شغال لانه من الواضح ان في اوبشن انا نسيت احطه. نيجي نقعد انا طبعا فتحت الملف الصفحه بتاعتها عشان اعرف بس الاوبشنز بتاعتها بس. طبعا هي مفيش اوبشنز خالص. انا هو بيقول لك هنا هتحط اهو كولابس وايت سبيس. دي الاوبشن كده، ما ننساش الاوبشن دي. طبعا انا بيعجبني جدا ان نطلع غلطات في وسط الشرح، لان لما بيطلع غلطات في وسط الشرح بنبقى بنحلها، فبعد كده طلع مع حد معانا هنفهمها. وانا حاطينه اهو. طبعا كولابس وايت سبيس دي هي اللي بتحتوي، هي اللي بتعمل كولابس للحاجه. طبعا احنا هنفتح الملف بتاع اللي عندنا، الملف بتاعي اللي انا شغال بيه، وهنشوف الكلام دلوقتي عمل وران. نيجي نقعد وادي المنظر اللي هنلاقيه. طبعا الملف ده في اغلب الاحيان هيبقى unreadable، مش هتعرف تقرا في حاجه، ولو عرفت هيبقى بسيط او لا هتعرف تقراها. الغرض من الملف ده، الغرض من عمل الملف ده ان احنا بنصغر المساحه شويه. فنيجي مثلا هنا اهو هنخش على الملف من ده، كليك يمين. بص ده 11 كيلو بايت ومش محتاجين ندوس كليك يمين او 11 كيلو بايت. نيجي هنا على العادي هنلاقي العادي 16 كيلو بايت، في 5 كيلو بايت. طبعا 5 كيلو بايت ده في التحميل بيفرق كتير جدا وفي السرعه والكلام ده كله. دي كانت البلجن معانا النهارده. البلجن بتعمل ملفات الملفات. طبعا هي حاولت تشوف صورة الملف من الصورة دي والصورة دي، يعني لما نجيب دي كده ونعمل لها كده اهوت. طبعا هتلاقي فرق شاسع بين الاتنين. دي انت تعرف تعدل، دي مش تعرف. طبعا انا قلت ان انا في الاخر هشرح الحاجات، فالجزئيه الجايه من الفيديو دي تختصرها عادي، تقدر ترميها في الزباله، ما هي مش فارقه، مش تفرق معاك كتير. لو هتستعمل البلجن مش تفرق معاك كتير. طب انا واحد مش عايز استعملها، اقدر بقى اخش كده اهوت اكتب على جوجل بكل بساطه HTML5 او HTML5. هيبص في 100 موقع ليهم. لو في البرنامج كمان اللي احنا بنستعمله مثلا هنا بستعمل VS Code، هتلاقي فيه كذا بلجن بتعمل نفس الموضوع، بتعمل فايل الملف برضه. عند الحاجات دي هعيد تاني الجزئيه ديت بقى للناس اللي مش عايزين ينزلوا البلجن بتاعت ال HTML5. فاحنا كل مره هنحط البلجن اللي احنا هنستعملها والبدائل بتاعتها. اللي لو حد مش هيستعملها، طبعا بلجن المره اللي فاتت اللي هي كنا جرب كونكت، البدائل بتاعتها كانت اللي هي اسمها ايه، كانت اللي هي الاكزامبل والحاجات دي. طبعا هنكتب هنا المفايل نلاقي في 100 بلجن. ده كل برنامج فيه كده، او في اكيد يعني في صح. معرفش ان ما بستعملش البلجنز، بستعمل البلجنز بتاعت القلب يعني. هي مينيفاي ويز سكونس اهي. اول واحده انا مش هنزلها عندي عشان محتاجهاش. طب مش عايز استعمل على البرنامج اللي انا عايز، انا بثبتش على البرنامج محتاج موقع. في اول موقع مثلا يطلع لنا دوت اهو HTML Minifier. في حاجه كمان HTML Minifier هتبع جيت هاب، يعني تقدر كمان تحمل ملفات وتشغلها عندك على الجهاز امبيد عادي. طبعا ده الموقع بتاع البلجن على الجيت هاب. طبعا هتلاقوا في اللينكات في الوصف بتاع الفيديو الموقع بتاعها على الجيت هاب والموقع بتاعها في القلب. طبعا انت ما تقدر ما تعملش على البلجن دي بس، في كذا بلجن تانية، في منهم في احسن على فكره، بس انا دي اللي اعرفها يعني الصراحه، لان انا بستعمل بلجن البج، فهي البج بتعمل كل حاجه. ان شاء الله يكون في شرح لها اهو. دي كل اللي بتعملنا بتاخد الامر. طبعا زي ما بنقول تاني، بعيد تاني عشان محدش يقول انت طولت في الشرح ده للناس اللي مش هتستعمل البلجن. لو تستعمل البلجن جو اهيد ما تبص اصلا على الشرح ده، اقفل الفيديو من اللحظه اللي انا خلصت شرح البلجن بيها. هنجي هنا طبعا ده بيعمل مونيفاي HTML CSS جافا سكريبت. هنقول له مونيفاي شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، هقعد يحمل شويه كده. قام فاتح لنا على الملف، هيطلع لنا من اهو ملف مونيفايد زي التاني مبنحتاجش اهو زي بالظبط. ادي واحد تاني مونيفايد برضو تقوم حاطط
الملف ان هو دي فيها اوبشنز كمان، اوبشنز اكتر، كلها بس الكلام ده كله. برضه موديفاي هو معمول موديفاي الملفات مش محتاجه اهو. ليها بدائل كتيره طبعا، البدائل دي كلها هتطلع على تقدر تبحث على جوجل. طبعا مش هحط لينك، احط لينك البدائلين دول بس اللي انا فاضوني، انما في الاف البدائل اهو. HTML موديفاير دي حاجه للام بي ام، ان شاء الله لما يكون في شرح الام بي ام هنشرحها. وان شاء الله عايز اخد رايكم في حاجه، ان شاء الله في كورس كده عايز اعمله اللي هو ازاي تعمل برنامج لسطح المكتب باستخدام برنامج كده مش فاكر اسمه الصراحه. يعني كده اهو في عندنا مينيفاي HTML، ممكن تكون احسن من ال HTML منه، وهيكون نفس الاستخدام تقريبا. الشرح طول جدا. طيب ماشي، نجيب بقى يعني معلش لينك طب واحدة تانية. هي في 100 حاجة تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه. the page has been declared، او ده اللي حصل ده بقى ان الباكج دي اتمسحت وتم ضغطها في ال HTML من احنا ال HTML من اللي احنا بنستعملها جوه الشرح اصلا، اللي انا بستعملها اتضغطت فيها. فال HTML من احسن كده. هتلاقوا لينك ال HTML من ان شاء الله، جود HTML من ان شاء الله على الشرح. لكن يا رب يكون الشرح عجبكم. اي استفسار نزلوه في الكومنتات. الشرح ما لو في اي حاجه محتاجين تعرفوها اسالوني عليه، ما نرجعش من بعض يعني. انا برضه احتجت حاجه اسالكم فيها. تقدروا تلاقوا الكورس بتاع الجلد كله على الفيديوهات على القناه. هيتم ننزله على صفحه الفيس ان شاء الله. لما نخلص الموقع ننزله على الموقع ان شاء الله. كورس الالوان زي ما قلت هيتم اعادته من الاول للاخر. وزي ما قلت انا عايز اخد رايكم اذا كنت انزل فيديو كل يوم ولا فيديوهين كل يوم. يا رب يكون الشرح عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.